السلام عليكم وأهلا بيكم في قناة حواديت سارونا. قصتنا النهاردة من القصص اللي أثارت الرأي العام في الهند كلها، لدرجة إن كل السياسيين والإعلاميين وحتى الفنانين كانوا بيتفاعلوا معها وبينشروا على حساباتهم الخاصة قصة الاعتداء والقتل لطبيبة كولكاتا، وده بكل تأكيد بسبب صعوبة الأحداث الغير متوقعة واللي مفيش أي عقل بشري يقدر إن هو يستوعبها أو يتخيل إن ممكن يكون في بشر بالقسوة دي. قصتنا لسه حاصلة من وقت قصير جدا، وتحديدا في تاريخ 9 أغسطس من سنة 2024. فاستعدوا معايا عشان تسمعوا تفاصيل قصة طبيبة كولكاتا والمعلن عنها لحد دلوقتي. بس في البداية ومن قبل ما أبدأ أحكي لكم القصة، حابة إني ألفت نظركم إن القصة ممكن تكون أحداثها غير مناسبة للبعض، فلو أنت طفل صغير أو قلبك ضعيف حبتين ومش بتحب تسمع التفاصيل المؤلمة، ياريت تخرج من الفيديو، لأن سلامتك النفسية عندي أهم من أي حاجة. وطبعا لأن قناتي لسه جديدة وده أول فيديو ينزل على القناة، أتمنى منكم تشجعوني لو حبيتم طريقتي بسرد القصص والحواديت، وتدعموني وتشتركوا بالقناة وتفعلوا كل الإشعارات عشان توصل لكم كل حواديت سارونا أول بأول. بس قبل ما نبدأ قصتنا، أتمنى منكم تصلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم، وتجيبوا أي حاجة تاكلوها أو تشربوها، ويلا بينا تعالوا معايا نغوص في أعماق حدوتتنا النهاردة. تدور أحداث قصتنا في الهند، وتحديدا في واحد من أحياء كولكاتا اللي بتكون عاصمة ولاية البنجال الغربية والمعروفة باسم لال بازار، في تاريخ 9 أغسطس من سنة 2024، وتحديدا في حدود الساعة 11 صباحا جت مكالمة تليفونية من مدير المستشفى الجامعي واسمه سانديب جوش لوالد فتاة كانت بتشتغل كطبيبة متدربة في واحد من المستشفيات الحكومية في كولكاتا. المكالمة التليفونية كان بيتم فيها إبلاغ الأب بأن بنته تعبانة جدا، وأن من الأفضل أن هو وأمها يروحوا للمستشفى فورا عشان يطمنوا عليها. بدأ الأب يحاول أنه يطرح بعض الأسئلة على مدير المستشفى عشان يفهم منه بعض التفاصيل، ولكن مدير المستشفى رد عليه بطريقة مش ظريفة وقال له نصا: أنا مش دكتور عشان أمدك ببعض التفاصيل. وبعدها الخط اتفصل تماما. حاول الأب أنه يتصل أكتر من مرة على المستشفى عشان يفهم منهم بعض التفاصيل قبل ما يروح على هناك وعشان يطمن على بنته، ولكن بعد كذا محاولة منه ما كانش فيه أي حد بيرد عليه. وبعد مرور حوالي نص ساعة على اتصال مدير المستشفى، رن جرس التليفون مرة تانية وكلمهم أحد موظفي المستشفى وبلغوا بأن بنته اتوفت من غير ما يبلغوا إيه اللي حصل لها بالظبط. الأب والأم ما كانوش فاهمين ازاي بنتهم اتوفت، وفي الليلة السابقة كانوا متواصلين معاها وبيكلموها ومطمنين عليها وكانت في احسن حال. ازاي يعني في صباح تاني يوم بنتهم اتوفت فجأة؟ وازاي المستشفى بتبلغهم الخبر وكأنه حاجة عادية؟ فالأب والأم ما كانش عندهم أي حل غير إنهم يروحوا فورا للمستشفى اللي كانت بنتهم بتشتغل فيها كمتدرب. المستشفى دي كانت موجودة في كولكاتا وكان اسمها مستشفى كلية RG كار الطبية. كانت البنت طالبة متدربة بعد التخرج في السنة الثانية وبتحضر ماجستير في قسم الصدر، وكان عمرها 31 سنة، والبنت دي كان اسمها موميتا ديبلات. آخر مكالمة دارت ما بين موميتا وما بين أسرتها كانت في الليلة السابقة، وتحديدا في تاريخ 8 أغسطس من سنة 2024 في حدود الساعة 11 مساء. في الليلة دي أم موميتا اتصلت بيها عشان تطمن عليها وتعرف أخبارها وأحوالها، وكان الأب والأم متعودين دايما إنها لما بيكون عندها مناوبة في المستشفى لساعات طويلة إن هم
يتواصلوا معاها تليفونيا من وقت للتاني. في اليوم ده مميتة كانت مناوبة في المستشفى لمدة 36 ساعة، ودي طبعا فترة طويلة جدا خلت أبوها وأمها كانوا قلقانين عليها طول الوقت، وبيتصلوا بيها أكتر من مرة عشان يطمنوا على صحتها ويتأكدوا إن كانت اتناولت وجبتها ولا لا. أم مميتة قالت إن آخر مكالمة دارت ما بينهم سألتها انت كلتي وجبة العشاء ولا لأ، وهي ردت عليها في الوقت ده إن لسه هتمر على المرضى وتتأكد من سلامتهم وصحتهم وبعد كده هتتناول وجبتها. وطمنت مميتة أمها عليها وقالت لها إنها كويسة وزي الفل، وبعد كده قفلت المكالمة عشان تروح تمر على المرضى. الأم في الوقت ده بتقول إنها حست بالراحة لأن بنتها بخير، وكلها كم ساعة هتخلص شغلها وترجع للبيت مرة تانية. مميتة كانت حلم وأمل لأبوها وأمها لأنهم كانوا عقليتهم محدودة تجاه التعليم، ما كانوش بيهتموا بالتعليم بشكل كبير، ولكن لما جابوا مميتة كانوا مستعدين يعملوا أي حاجة عشان بنتهم تاخد التعليم اللي هم ما قدروش ياخدوه. عشان كده كانوا دايما بيشجعوها إنها تجتهد في تعليمها. وكمان مميتة كانت شخصية ذكية جدا، كانت حابة التعليم وكان عندها حلم من وهي صغيرة إنها تكون طبيبة، وعشان كده كانت بتجتهد دايما في دراستها وكانت بتجيب دايما أعلى الدرجات. ولما جاء الوقت عشان مميتة تدخل الكلية دخلت كلية الطب، وبعد ما انتهت من دراستها كانت بتعمل كمتدربة في واحد من المستشفيات الحكومية، وبالإضافة إلى عملها في المستشفى الحكومية كانت كمان بتدرس الماجستير بقسم الصدر. يعني تقدروا تقولوا إنها ما كانتش بتضيع أي وقت فراغ، وكانت دايما بتستغل وقتها عشان تحسن من نفسها وترفع من مستواها التعليمي. مميتة بعد ما خلصت مكالمتها مع أمها وراحت ومرت على المرضى اتفاجئت إن الوقت مر وإن الساعة بقت حوالي 2 صباحا وإنها لسه ما تناولتش وجبة العشاء. قررت في الوقت ده إنها تتكلم مع بعض من زملائها وتسألهم هل هم تناولوا وجبتهم ولا لا، ولما أكدوا عليها إن هم كمان ما تناولوش وجبة العشاء قرروا إن هم يجتمعوا مع بعض ويتناولوا وجبتهم. قعدوا مع بعض يدردشوا ويتكلموا. في الوقت ده مميتة قالت لهم إنها بقالها ساعات طويلة صاحية بسبب مناوبتها اللي كانت مدتها 36 ساعة، وإنها محتاجة إنها تنام شوية وترتاح. بعض الأقاويل بتقول إن مميتة هي اللي قررت بمحض إرادتها إنها تروح لمكان ما عشان ترتاح فيه، وبعض الأقاويل التانية بتقول إن مميتة بس قالت لبعض من أصدقائها اللي كانوا قاعدين معاها إنها حاسة ببعض التعب، وإن واحد من أصدقائها هو اللي اقترح عليها إنها تروح عشان ترتاح، وكمان اقترح عليها المكان اللي تروح ترتاح فيه وهي قاعة المحاضرات واللي كانت ملحقة بالمستشفى. المعلومة مش مؤكدة هل مميتة راحت لهناك من نفسها ولا إن في شخص هو اللي وجهها عشان تروح لهناك. المهم إن مميتة بعد ما دخلت قاعة المحاضرات ما خرجتش منها طول الليل، وكل زملائها كانوا بيعتقدوا في الوقت ده إنها راحت في النوم، وكانوا مقررين إنهم يسيبوها عشان ترتاح. وهتمر الليلة كاملة، وتاني يوم في الصباح بتاريخ 9 أغسطس 2024 في حدود الساعة 6 صباحا واحد من الأطباء المتدربين في نفس المستشفى واللي كان زميل لمميتة كان بيمر في المكان وراح لحد قاعة المحاضرات. مش معروف هو كان رايح هناك ليه، وارد انه كان رايح يطمن على مميتة بعد ما عرف انها كانت نايمة هناك طول الليل، او وارد انه كان رايح لأي سبب تاني. على اي حال انه بمجرد ما دخل لقاعة المحاضرات اتفاجئ بان مميتة كانت موجودة هناك، كانت ممددة على الارض في وضعية غريبة تماما، حرفيا على حد وصفه ان الاصابات كانت في جسد مميتة من طرف شعرها لحد أصابع القدم. الهيئة اللي مميتة كانت فيها في الوقت ده كانت شبه عارية، وكانت الدماء حرفيا بتخرج من كل مكان منها، من العينين من الأذنين ومن الفم. بالإضافة إن كان واضح للطبيب اللي كان واقف قدامها بأن في بعض الدماء اللي كانت بتتدفق بغزارة من منطقتها الخاصة، ده غير الجروح والكدمات اللي كانت في مختلف أنحاء جسد.
الطبيب اللي شاف المشهد بيوصف إنه كان شايف قدامه مشهد من فيلم رعب، وإن الوضع ما كانش طبيعي نهائيا. راح وبلغ كل الأشخاص اللي كانوا موجودين في المستشفى بالوضعية اللي لقى فيها الطبيبة مميتة. الكل ما كانش فاهم إيه اللي حصل بالظبط، وطبعا في الوقت ده كانوا لازم يبلغوا أسرتها بالأحداث. وفعلا اتصل عليهم مدير المستشفى زي ما قلت لكم وقال لهم بنتكم تعبانة ولازم تيجوا تطمنوا عليها. ولما حاول الأب يفهم اللي حصل لبنته رد عليه بالطريقة الغريبة وقال له أنا مش طبيب عشان تسألني أسئلة زي دي. والغرابة ما انتهتش لحد هنا. أبو وأم ميتة بعد ما تم إبلاغهم بأن بنتهم فرقت الحياة وإن هم لازم يتوجهوا فورا للمستشفى اللي هي بتعمل فيها، لما راحوا لهناك وقابلوا بعض الأطباء كانوا بيقولوا لهم كلام غريب تماما. أول شيء قالوا لهم إن بنتهم كانت مصابة بسكتة قلبية، وطبعا المشهد ما كانش بيدل على إن دي سكتة قلبية نهائيا. الوضعية دي بتدل بكل تأكيد إن مميتة اتعرضت لاعتداء وحشي، اعتداء غير عادي. لكن طبعا الأب والأم في الوقت ده كانوا ممنوعين نهائيا من إنهم يشوفوا جسد بنتهم، وكانت إدارة المستشفى اللي بتبلغ الأب والأم بالتفاصيل بأن بنتهم كانت مصابة بسكتة قلبية، ومعتقدين إن الأب والأم هيصدقوا أي كلام هم هيقولوه من غير ما يناقشوا. ولكن الأب والأم اعترضوا وبلغوهم بأن بنتهم ما بتشتكيش من أي وضع صحي، وإن هم بنفسهم كانوا متكلمين معاها في الليلة السابقة وقالت لهم إنها كويسة. يبقى إزاي هي في صباح تاني يوم اتصابت بسكتة قلبية وتوفت بسببها؟ ولما حست إدارة المستشفى إن رواية إن مميتة كانت مصابة بسكتة قلبية وبعد كده توفت مش مقنعة لأبوها وأمها، قرروا إن هم يغيروا بعض التفاصيل وبلغوا الأب والأم بإن هم كانوا مخبيين عليهم الخبر عشان ما يتصدموش وإن بنتهم أنهت حياتها. وتحسوا إن الموضوع وكأن المستشفى عايزة تتستر على الواقع وعايزة تقفل ملف التحقيقات من قبل حتى ما يتفتح، وده يخلينا نرسم حواليهم دايرة كبيرة باللون الأحمر. ليه هم عايزين يقفلوا ملف القضية نهائيا وإن مفيش أي حد يسأل إيه اللي حصل للطبيبة مميتة؟ يا ترى إيه السر ورا كل ده؟ بس الأطباء والممرضات وكل الناس اللي كانت بتشتغل في المستشفى واللي وصلهم كل التفاصيل عن المشهد اللي الطبيب شاف فيه الطبيبة مميتة والوضعية اللي كان جسمها فيها والدماء اللي كانت بتخرج من كل حتة فيها، وإن بالتأكيد في شخص هو اللي عمل فيها كل الحاجات الفظيعة دي، ومش ممكن إنها تكون عملت في نفسها كل ده، خصوصا بعد ما مدير المستشفى الجامعي أعلن إن الطبيبة هي اللي أذت نفسها بنفسها. وما اكتفاش بده وبس، ولكنه عمل ندوة صحفية قدم فيها تصريح مفاده إن الطبيبة المتدربة كانت مستهترة وإن ما كانش لازم تكون لوحدها بالليل في قاعة المحاضرات، وإن اللي عملته ده تصرف غير مسؤول، وأكيد هي كانت عايزة تأذي نفسها عشان كده كانت لوحدها بالليل في قاعة المحاضرات. عشان كده زملائها الأطباء كانوا متأكدين إن إدارة المستشفى بتتستر على الجان، وكانوا بيخرجوا في وقفات احتجاجية عشان يطالبوا المستشفى بإنها تعترف بالحقيقة وإن الشرطة تيجي وتعمل تحقيق وإن يتقبض على الجاني ويتقدم للعدالة. وكل زملاء مميتة في المستشفى سواء كانوا بيعرفوها أو ما يعرفوهاش كانوا بيطالبوا إن وحدة CBI هي اللي تحقق في الجريمة. واللي ما يعرفوش الوحدة دي عبارة عن إيه، فهي وحدة متخصصة للتحقيق في الجرائم المحلية بالهند، لأنهم كانوا متأكدين بكل تأكيد إن الشرطة وإدارة المستشفى هيتستروا على الواقع وهيقفلوا الملف تماما بدون ما يعرفوا مين الجاني، وإن وحدة CBI هي الوحيدة اللي هتقدر تكشف الحقيقة بالكامل لأنها وحدة مخصصة للبحث عن المجرمين في الجرائم المشابهة. فلما الأب شاف كل الاحتجاجات دي وسمع من زملاء مميتة إنها مستحيل تكون أنهت حياتها بالوضعية اللي كانوا شايفينها فيها، أصر إن هو يشوف بنته في المشرح. وبالفعل الشرطة وإدارة المستشفى ما كانش عندهم أي حل غير إنهم يدخلوا الأب والأم. فلما دخلوا شافوا بنتهم في الحالة اللي كانت عليها دخلوا في حالة انهيار تامة. ما كانوش مصدقين اللي شافوه، ومين الشخص اللي اتجرد من كل معاني الإنسانية والرحمة وعمل في بنتهم كل ده. تقرير الطبيب الشرعي لمميتة كان بيقول إن حرفيا كل جزء في جسدها كان فيه إصابات، من كسور
لجروح، لخدوش، لقطع بأدوات حادة. تقرير الطب الشرعي ورد فيه إن مميتة كان عندها كسور متعددة في عظام الوجه، ودي بتدل إن في شخص كان بيحاول إنه يخبط راسها في الجدار أكتر من مرة، واللي تسببت ليها في الكسور اللي كانت في وشها، بالإضافة إن كان عندها إصابة في عينيها، وده حصل لما كان الشخص ده بيضرب راسها في الحائط. من الواضح إن نظارتها اتكسرت ودخل منها بعض الزجاج في عينيها، وده اللي تسبب في نزيف حاد في العين. أما النزيف من الأذنين والأنف فكان واضح إنه بسبب بعض الضربات القوية جدا على مؤخرة الرأس، وكمان الدماء اللي كانت بتخرج من الفم كانت بسبب بعض الجروح اللي كانت في فم مميتة من الداخل وتكسير بعض من أسنانها، ده غير إن كان عندها كسر كامل في الفم. والطب الشرعي في الوقت ده قال إن من الواضح إن مميتة كانت بتحاول إنها تدافع عن نفسها، وكانت بتحاول إنها تعض الجاني عشان تحاول تبعده عنها، وفي أثناء ما كان بيحاول يشد إيده منها أو الجزء اللي هي كانت بتعضه من جسده اتسبب في كسر في فك. مميتة كانت مصابة بأكتر من 34 قطع في مختلف أنحاء جسدها بأداة حادة، غير كسر في العمود الفقري وفي الرقبة، واللي تسبب ليها في شلل كامل قبل وفاتها. حاجة حقيقي مأساوية. بكل أسف تقرير الطب الشرعي كمان ورد فيه إن مميتة بما لا يدع أي مجال للشك تم الاعتداء عليها جنسيا. وفي تفصيلة مهمة ومؤلمة جدا واعذروني إن بذكرها، إن الوضعية اللي كان فيها جسد مميتة يستحيل إن أي شخص عادي يكون محطوط فيها ويفضل ثابت في مكانه، وده لأن رجلين مميتة كانت حرفيا ورا راسها وكانت ثابتة على الوضعية دي، والوضعية دي عشان تحصل وتفضل في نفس الثبات اللي كانت مميتة فيه لازم يحصل كسر كامل في عظام الحوض. منتهى القسوة والبشاعة. وتحدد سبب الوفاة بأنه كان عن طريق الخنق، ولكن تقرير الطب الشرعي قال إن مميتة ما اتخنقتش مرة واحدة، ولكنها اتخنقت مرتين، مرة عن طريق ايدين الشخص اللي أنهى حياتها، والمرة التانية كانت عن طريق مخدة أو وسادة كانت محطوطة على رأسها عشان يتأكد من إنه أنهى حياتها. وآخر شيء ورد في تقرير الطب الشرعي بأن مميتة تم الاعتداء عليها أكتر من مرة، بمعنى إن الشخص اللي اعتدى عليها كان بيتناوب الاعتداء عليها طوال فترة الليل اللي كانت موجودة فيها في قاعة المحاضرات، أو إن في أكتر من شخص هو اللي اعتدى على مميتة بالصورة الوحشية دي. تقرير الطب الشرعي لما تم الكشف عنه كان صادم للكل. إزاي كل ده يحصل في بنت ضعيفة تماما معروفة بأنها شخصية طيبة ومحبوبة، الكل في المستشفى كان بيقدرها وبيحترمها؟ إزاي في شخص قدر يعمل فيها كل ده بدون ما حتى يتردد ولا يرحمها ويرحم ضعفها؟ كل سكان المدينة بعد ما انتشر الخبر بسرعة البرق نزلوا للشوارع في وقفات احتجاجية، وكانوا بيطالبوا بالكشف عن الحقيقة، لأنهم كانوا عارفين ومتأكدين حجم الفساد اللي موجود في الشرطة. ومن الواضح إن المستشفى نفسها فيها كمية فساد غير عادية، وكانوا متأكدين إن هم لو ما أثروش ضجة وأثاروا معاها الرأي العام في مختلف أنحاء الهند بل ومختلف أنحاء العالم، أكيد ما حدش هيتكلم عن قضية طبيبة كولكاتا ولا أي حد هيجيب لها حقها، حتى إن الشعب بدأ يوجه أصابع الاتهام لمماتا بانرجي واللي بتكون رئيسة ولاية بنجال الغربية، وكانوا بيتهموها بأنها شريكة في التستر على الواقعة، وده خلاها تطلع في تصريح رسمي بتقول فيه إن ملهاش أي علاقة في التستر على الجريمة، وإن هي بنفسها بتطالب بأن يتعمل تحقيق مكثف ومعمق ويتم الكشف عن الجاني ويتم تقديمه للعدالة. بل إنها كمان كانت بتأيد فكرة الشعب بتنفيذ حكم الإعدام على الجاني أيا كان وضعه أو منصبه. وكانت أولى الثغرات في القضية دي هو إن مسرح الجريمة كان مفتوح لكل من هب ودب، وما عزلوش المكان ومنعوا الفضوليين من الدخول إليه، خصوصا إنها مستشفى كبيرة جدا والمترددين عليها أشخاص كتير والمقيمين فيها أشخاص أكتر، فراحت كتير من الأدلة وتم التلاعب بيها من اللحظات الأولى
اكتشاف الجثة، وعلشان كده كانوا لازم يلجأوا لبعض كاميرات المراقبة أو يلجأوا لبعض التفاصيل اللي كانت موجودة في قاعة المحاضرات علشان يقدروا ياخدوا منها خيط يوصلهم للجاني. تصوير كاميرات المراقبة في محيط منطقة قاعة المحاضرات كان بيوضح إن في حوالي 5 أو 6 أشخاص كانوا موجودين حوالين القاعة في التوقيت اللي دخلت فيه الطبيبة مميتة للقاعة. وطبعا ال5 أو ال6 أشخاص دول هم اللي كان مشتبه فيهم، إما إن واحد فيهم ارتكب الجريمة أو إن كلهم ارتكبوا الجريمة مع بعض. لكن كان في تفصيلة مهمة جدا واللي لقيها أفراد الشرطة في قاعة المحاضرات. كان في سماعة بلوتوث واللي كانت واقعة على الأرض، وكان واضح إن السماعة دي بتعود للجاني. وعلشان كده أفراد الشرطة قرروا إن هم يستدعوا ال5 أو ال6 أشخاص اللي كانوا في محيط قاعة المحاضرات في الوقت اللي دخلت فيه الطبيبة مميتة عشان يحققوا معاهم واحد واحد، وفي نفس الوقت يشوفوا تليفوناتهم ويفحصوها ويحاولوا إن هم يوصلوها بالسماعة اللي لقيوها على الأرض ويشوفوا متفقة مع تليفون أي شخص فيهم. أول 5 أشخاص تم التحقيق معاهم تليفوناتهم ما كانتش متوافقة مع السماعة اللي لقيوها أفراد الشرطة، ولكن آخر شخص بالفعل السماعة كانت بتعود ليه وكانت بتتوافق مع تليفونه. وهنا تأكد أفراد الشرطة إن معاهم الجاني وإن القضية على وشك إنها تتحل. الشخص ده كان اسمه سانجاي راي، وكان بيعمل كمتطوع أو مساعد في الشرطة. الوحدة اللي سانجاي كان منضم ليها ما تقدروش تصنفوه بأنه هو شرطي، ولكن في نفس الوقت هو كان نوعا ما منضم لوحدة الشرطة. وعشان أفهمكم الوضع بشكل أكبر، المنشآت الحكومية زي المستشفيات والأماكن المشابهة بيحتاجوا فيها بعض أفراد الأمن، ومش من المفروض أبدا إن هم يلجأوا لبعض المؤسسات الخاصة عشان يجيبوا منها أشخاص تحمي المستشفى. وعشان كده بيكون مكلف من الشرطة إن هي اللي تحمي المنشآت الحكومية، ولأن طبعا بيكون في نقص في أفراد الشرطة، وإن الشرطة اللي موجودة في سلاح الشرطة مش من المفروض إن كلهم يروحوا يحموا المنشآت الحكومية، فبيضطروا إن هم يطلبوا متطوعين يدربوهم لفترة من الوقت وبعد كده يعينوهم كأفراد أمن في المستشفيات. سانجاي راي كان واحد من المتطوعين دول، وكان بيروح للمستشفى في بعض الجولات التفقدية عشان يتفقد المرضى ويتفقد أحوالهم ويتفقد لو في أي شخص بيحاول إن هو يخل بالأمن والأمان في المستشفى. وللسبب ده أصلا سانجاي كان متردد دائم على المستشفى، وكان بيدخل ويخرج بدون ما أي حد يشتبه في وجوده. سانجاي كان في بعض العلامات اللي بتدل إنه شخص مش سوي بنسبة 100%، واللي بصراحة أنا ما أعرفش إزاي هم خلوه في وحدة الأمن للمستشفى الحكومي بدون ما يتم التحقيق من خلفيته وبدون ما يعرفوا حياته السابقة كان شكلها إيه. سانجاي كان معروف في المستشفى بأنه هو شخص مدمن على مشاهدة المواد الإباحية على تليفونه، وكان بيتفرج عليها طول الوقت تقريبا، وإن كل العاملين في المستشفى كانوا عارفين عنه المعلومة دي. بالإضافة إن كان في وقعة وبلاغ سابق من ممرضة في المستشفى بأن سانجاي تحرش بيها جسديا، وإنه كان بيحاول إنه يلمسها بطريقة غير ملائمة، وكان بيتقرب منها وأغلب الوقت كان بيظهر معاها في ممرات المستشفى. وقالت إنه كان بيهددها ويطردها. وقالت الممرضة بعد كده في اعترافاتها إنها حاولت تبعد عن سانجاي بعد ما اكتشفت حقيقته، بس هو استمر في ملاحقتها وتهديدها لأنه كان عنده صور وفيديوهات ليها تخدش الحياة. وبالرغم من إن الممرضة دي توجهت لإدارة المستشفى وقدمت بلاغ ضده، إلى إن مفيش أي حد خد ضده أي إجراء. وكشفت التحقيقات كمان إن سانجاي كان بيدير شبكة دعارة سرية، فكان بيجيب بعض فتيات الليل إلى المستشفى الجامعي ويقوم بتصوير مشاهد غير أخلاقية ليهم وينشرها في بعض المواقع الإباحية. بالإضافة إنه كان بيبيع الخمر بالسر لطلبة الطب داخل الحرم الجامعي. كل ده كان بعلم من مدير المستشفى الفاسد اللي كان بيتستر عليه مقابل إنه ياخد عمولة من الأعمال غير الأخلاقية. سانجاي كان بيمشي في المستشفى وكان بيتباهى
وصفها دايما بأنه هو منضم لسلاح الشرطة، وكان بيخوف الأشخاص اللي حواليه بأنه عنده قوة وسلطة ونفوذ، وكمان كان بيخوفهم بأنه هو محترف في رياضة الملاكمة. يعني من الآخر كده كان بيقول ليهم أنه عنده السلطة والعضلات وأن الكل لازم يخاف منه. وبالفعل قدر أنه يخلي الكل في المستشفى وبره المستشفى يعملوا له 1000 حساب ويخافوا منه ويهابوه. سانجاي كان عايش في بيت مع أمه وأخته، ولكن العلاقة ما بينه وما بين أخته على وجه التحديد كانت متوترة تماما. أخته كانت بترفض كل تصرفاته، وخاصة إن أخوها اتجوز 3 مرات، وإنه في كل مرة كان بينفصل عن زوجاته بسبب إنه كان بيعتدي عليهم جسديا بطريقة مفرطة. واحدة من أم البنات اللي كان متجوزهم سانجاي كانت بتقول إنه كان بيعتدي على بنتها بالضرب المتكرر حتى وهي حامل، وإن بسبب الضرب المتكرر ليها فقدت الجنين وحصل ليها مضاعفات بسببها، مش هتقدر أبدا إن يكون عندها أطفال. وإن سانجاي لما عرف إنها مش هتقدر تخلف بعد كده قرر إن هو يطلقها. الزوجة الأخيرة لسانجاي اتوفت، وبعض المصادر كانت بتقول إن وفاتها كانت مثيرة للشكوك، وإنه ممكن يكون سانجاي متورط في إنهاء حياتها، ولكن تم التستر على الموضوع ومفيش حد حقق معاه. وبعض المصادر الأخرى بتقول إن السيدة اللي كان متزوجها سانجاي بالفعل كان بيتم الاعتداء عليها جسديا مرات متكررة في أثناء زواجها منه، ولكنها في النهاية اتوفت وفاة طبيعية بسبب تأثرها بمرض السرطان. طبعا من الغريب جدا إن شخص عنيف بالشكل ده وبيضرب زوجاته إزاي يعني بيقدر إنه يتجوز تاني ويقنع أهل الزوجة بيه؟ وده لأن سانجاي كان بيشوه صورة أي سيدة بيتجوزها ويسيبها عشان يقنع الزوجة اللي بعد كده بأنه هو شخص كويس وزي الفل، وإن العيب مش منه، العيب من زوجته السابقة. وكان دايما بيتباهى قدامهم بأنه هو شرطي. وطبعا أي أسرة عندها بنت بتشوف إن في شرطي جاي يتقدم لبنتهم بيعتبروه إن هو ده المستقبل والأمل والحلم بالنسبة ليهم، وبيدوها ليه عن طيب خاطر. سانجاي في المنطقة السكنية اللي كان عايش فيها في أكتر من شخص شافه وهو بيختلس النظر لبعض السيدات اللي عايشين في المنطقة، وكان من الواضح من كلامهم إن اهتمامه بالسيدات اهتمام عشوائي، يعني ما كانش بيركز اهتمامه على فئة عمرية وشكل معين. هو ما كانش بيفرق معاه أصلا اللي بيبص عليها دي صغيرة في السن ولا كبيرة، متجوزة أو لا، حلوة أو وحشة، كل الكلام ده كان آخر همه. المهم إنها واحدة ست وهو رايح علشان يتفرج عليها. كاميرات المراقبة رصدت سانجاي راي وهو داخل المستشفى في تاريخ 8 أغسطس من سنة 2024، وتحديدا في الساعة 11 مساء، يعني في نفس التوقيت اللي الطبيبة مميتة اتلقت مكالمة أمها علشان تطمن عليها. وبعد ما الطبيبة مميتة زي ما قلت لكم عملت جولتها واطمنت على المرضى وتناولت وجبة العشاء، كانت رايحة لغرفة المحاضرات علشان ترتاح فيها بعض الوقت، لأن ما كانش ليها غرفة مخصصة تقدر إنها ترتاح فيها. ومن الواضح إن سانجاي في الوقت اللي هي كانت رايحة فيه لغرفة المحاضرات كان بيتتبعها، وكان متأكد إن مفيش أي حد شايفهم. ولما تأكد إنها دخلت للغرفة دخل وراها. أكيد طبعا بتسألوا دلوقتي إزاي إن الصراخات المترددة من الطبيبة مميتة اللي بكل تأكيد كانت بتهز أرجاء المكان مفيش أي حد سمعها؟ إدارة المستشفى واللي مشكوك بشكل كبير في كلامها بيقولوا إن غرفة المحاضرات دي معزولة، وإن بسبب العزل ده ما كانش أي حد سامع أي صوت. في بداية التحقيقات قال سانجاي إنه دخل إلى قاعة المحاضرات بهدف سرقة حقيبة الطبيبة مميتة، لأنه كان محتاج لفلوس عشان يشتري بعض الخمور. ولما مميتة حست بيه وفاقت بدأت إن هي تقاوم وتمنعه من السرقة، وخوفا من إنه يتفضح أمره قتلها في نوبة غضب. التقرير ده ما أقنعش الرأي العام بالهند، وكان مخيب لأمال الأطباء المساندين للقضية. واعتقد الكثيرين إن الشرطة كانت بتحاول تبسط القضية وتحولها لقضية قتل غير متعمد عشان تخفف الحكم على المجرم. وده بيدلنا على إنه في مؤامرة كبيرة وتورط لبعض الشخصيات الهامة في القضية دي. ممكن يكون سانجاي كبش فدا لناس تانية بهدف تضليل العدالة وإبعاد الشبهات عن المجرمين الحقيقيين. وبعد التقرير ده زادت الاحتجاجات في ولاية البنغال وفي أجزاء أخرى من الهند، مطالبين بإعادة فتح تحقيق في القضية دي من قبل الCBI، لأن المحتجين فقدوا ثقتهم في شرطة كولكاتا وفي تعاملهم مع القضية. وبسبب الاحتجاجات اللي بتزيد يوم بعد يوم تم نقل القضية للCBI بتاريخ 15 من أغسطس سنة 2024.
2020. سانجاي بعد تحقيق مكثف معاه اعترف ببعض التفاصيل وقال انه لما دخل قبل ما يعتدي على الطبيبة كان بيعذبها في البداية، كان معاه أداة حادة وكان بيتسبب ليها في قطع في مختلف أنحاء جسدها، بالإضافة انه سدد ليها اللكمات والركلات في مختلف أنحاء جسدها. وكان اعترافه بيتوافق مع تقرير الطب الشرعي بانه كان بيعضها في مختلف أنحاء جسدها. وكمان عينات الDNA اللي استخرجها الطب الشرعي من تحت أظافر الطبيبة مميتة لما تم تحليلها واختبارها مع سانجاي طلعت انها بالفعل متطابقة، وان بالفعل سانجاي كان هو الجاني. سانجاي في اعترافاته بيقول انه انهى حياة الطبيبة مميتة في البداية وبعد كده اعتدى عليها اكتر من مرة، ولكن تقرير الطب الشرعي بيقول غير كده. الطبيبة مميتة تم الاعتداء عليها اكتر من مرة في البداية وبعد كده تم انهاء حياتها. وزي ما قلت ليكم ان الطبيبة مميتة تم انهاء حياتها عن طريق الخنق، وان الخنق حصل ليها مرتين. وارد ان سانجاي يكون خنقها اول مرة واعتقد ان حياتها انتهت وبعد كده اعتدى عليها، وعشان كده كان بيقول ان اعتدى عليها بعد انهاء حياتها. وممكن يكون بيقول كده لانه عارف ومتأكد ان اي شخص في الهند وفقا للقانون الهندي لو اعتدى على سيدة بعد انهاء حياتها مش بيتحاسب على الاعتداء عليها وبيتم محاسبته فقط على انهاء حياتها. وان كل الاعترافات دي هو كان بيقولها كنوع من تخفيف التهمة تجاهه في الوقت الحالي. وبعد كل الأدلة وكل الاعترافات اللي قدمها سانجاي تم توجيه الاتهام ليه رسميا بالقتل والاعتداء على الطبيبة مميتة. ولكن لحد دلوقتي الشرطة لسه بتحقق مع سانجاي لان في اشتباه بان في اكتر من شخص متورط في الاعتداء على الطبيبة مميتة، وان مش سانجاي بس هو اللي ارتكب الجريمة. لان في تفصيلة وهحاول بقدر الامكان ان انا اوصل لكم المعلومة بدون ما اخدش حياتكم، ان تقرير الطب الشرعي ورد فيه ان تم استخراج من رحم الطبيبة مميتة حوالي 150 جرام من السوائل الذكورية، وان الكمية دي مستحيل تكون بتعود لشخص واحد، وان الكمية دي من المفترض على حد وصف الطب الشرعي انها بتعود لاكتر من 6 ل 7 اشخاص. وعلشان كده بيعتقد البعض ان سانجاي ري هو مجرد كبش فدا، مش بمعنى ان هو بريء تماما وما ارتكبش الجريمة، ولكن البعض بيعتقد ان تم التضحية بيه علشان يتم حماية بعض الاشخاص اللي ما ينفعش ابدا انهم يظهروا للعلن، اما ان الاشخاص دول منضمين لقوات الشرطة او ان الاشخاص دول من المسؤولين الرافعين المستوى بادارة المستشفى. مع ان سانجاي بيأكد ان هو لوحده اللي ارتكب الجريمة وان مفيش اي شخص كان معاه، ولكن ده اللي بيقوله لحد دلوقتي. وكشفت التحقيقات انه تم التلاعب بكاميرات المراقبة قبل وصول الشرطة وحذف بعض المقاطع، بالإضافة إلى حذف بعض الوثائق المهمة من الكمبيوتر الشخصي للضحية واللي كان موجود في مسرح الجريمة. وكمان تم التلاعب بموبايل الطبيبة مميتة ومحاولة مسح بعض محتوياته. ومع تعمق التحقيقات بقى من الواضح إن جريمة قتل الطبيبة مميتة ما كانش عمل عشوائي، إنما هي جزء من خطة منظمة هدفها قتلها والانتقام منها وسكتها خوفا من كشف بعض المعلومات المهمة، لأن محققين الCBI بيعتقدوا أن الطبيبة المغدورة كانت اكتشفت عملية احتيال طبية في غاية الخطورة فيها عدد من الشخصيات البارزة في المجال الصحي وعندهم نفوذ وسلطة. واللي زاد من تأكيد الفرضية دي أن المحققين اكتشفوا رسائل إلكترونية ومستندات على جهاز الكمبيوتر الخاص بالطبيبة مميتة، والمستندات دي بتقول أنها كانت بتحقق في عملية احتيال واسعة النطاق تتعلق بإساءة استخدام المال العام اللي كان مخصص لبرامج الصحة العامة. وكانت الوثائق دي بتدين العديد من المسؤولين رفيعي المستوى ومنهم بعض المسؤولين في المستشفى اللي كانت بتشتغل فيها. وبكده الأدلة دي بتشير إلى أن مقتل الطبيبة مميتة ما هو إلا مؤامرة من أصحاب نفوذ وسلطة لإسكات مميتة للأبد. واستنتج المحققون بأنه من المحتمل أن يكون سانجاي ري مجرد قاتل مأجور ادوله مبلغ مالي ضخم لتنفيذ الجريمة دي مع وعود منهم بالتدخل عشان يخففوا عنه الحكم، أو أنه من المحتمل أنه يكون وقع تحت تهديد من قبل أصحاب النفوذ اللي كان متورط معاهم في كتير من الأعمال غير القانونية. طبعا القضية دي حصل فيها ضغط كبير من الشعب وكمان دعم من الإعلام للقضية اللي غير مسارها تماما، لأن كتير من الفنانين زي ريتيك روشن، عليا بهات وكارينا كابور نشروا على حساباتهم الخاصة دعمهم الكامل لطبيبة كولكاتا، وأن لازم يتم توقيع أقصى عقوبة على الجاني أيا
كان هو مين. احنا دلوقتي في انتظار تقديم سانجاي راي للمحاكمة، اما ان يتم توقيع عقوبة الاعدام عليه وان هو يتعاقب على الجريمة لوحده، او انه يعترف هل كان في اشخاص تانيين معاه ويتم الكشف عن خطة كبيرة جدا وارد انها توقع اسامي مفيش اي حد كان يتوقع ان هو يسمعها. الفترة اللي جاية دي هتابع تماما القضية، ولو فيها اي تحديث هبلغكم بيه في اقرب وقت. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا القاسية والمؤلمة. بشكركم جدا على المشاهدة، ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات هل بتعتقدوا فعلا ان سانجاي راي هو لوحده اللي اعتدى على طبيبة كولكاتا، وان السوائل الذكورية اللي كانت موجودة بكمية كبيرة في جسدها كانت بسبب انه اعتدى عليها اكتر من مرة، ولا ان في اشخاص تانيين متورطين معاه في ارتكاب الجريمة ولكنهم قرروا يضحوا بيه علشان يحموا نفسهم. ولو انتم اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا كل الاشعارات للقناة عشان توصل لكم كل حواديت سارونا اول باول. دمتم في امان الله.